بعد هذه الواقعة وبعد حدوثها احنا يعني نعلم انكم يعني عشتم ايام من المعاناة بين السفارات ووزارة الخارجية من ناحية ونقابة الأطباء من ناحية أخرى، وكانت معاناة عائلية. أعتقد أنك كنت يعني من أبطال هذه المعاناة أنت وأحد الأشقاء الآخرين للأستاذ أحمد. تمام، يعني احكي لنا بقى قصة المعاناة وقصة البحث عن الطبيب المصري. طبعا مدام إيمان زوجة الدكتور محمد اتصلت بشقيق الأستاذ أحمد وشقيق الطبيب الأستاذ علي حمايد، فاتصلت بيه قالت له والله الوضع بتاع الدكتور كذا كذا كذا، والكلام ده بقاله 3 4 شهور وانا محتاره اعمل ايه. ما اتصلتش بينا الا بعد فتره 3 4 شهور، وقالت انا محتاره اعمل ايه. طب قلنا لها طب نعمل ايه، طب ازاي ما قلتلناش؟ قالت له والله انا اتصلت بيكم بعد ما يعني ما فشلت كل المحاولات. يعني قالت لي انا رحت طبعا اضيف على الدكتور احمد على الاستاذ احمد، راحت للسفير المصري والقنصل المصري هناك بالسعوديه عده مرات. قال لها انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. ماشي، دي طبعا راحت له مرتين 3. طبعا هو عشان هو طبعا سعودي وواصل طبعا وده مصري، فطبعا هم كانوا واقفين بدون وجه حق. والله هو مش واصل او غير واصل، هي مشكله الكفيل لو واصل او غير واصل، هو مشكله في الكفيل ذاته او في موضوع الكفيل ذاته يعني. طب ممكن يا فندم احنا نعرف مثلا، طب لما هو مش واصل نعرف ان هو موقوف ليه لحد دلوقتي؟ بتهمه ايه؟ ما هي احنا ما بنطالبش بالافراج عنه، احنا بنطالب بالتحقيق معاه. لو هو مخطئ او خاطئ ياخد جزاته بالقانون، على الاقل يحضر جلساته بالقانون، او لا لو هو خاطئ او عنده خطأ ياخد بالقانون، ياخد مجراه. انما هو موقوف ليه؟ احنا بنطالبه بالتحقيق. ما هو لو مخطئ يا استاذ ممدوح ما كانش هيطلع الحكم في صالحه. يعني حتى يعني لو كان طلبك طبعا مشروع وطلبك شرعي ووجيه ايضا، مش ولكن الحكم المتقدم يعني يثبت ان هذا الرجل له حق مدني وحق مالي يعني في نفس الوقت، يعني انه بريء. حضرتك طبيب بقاله دلوقتي 6 سنين هناك، لما يروح يشتغل 6 سنين ولا يمتلك على اي 6 سنين راحوا من حياته بدون وجع. كان بيجدد اجازه العمل هنا بيجدد التأمينات والمعاشات في الوزاره. كنت انا اخوه الاستاذ علي كان بيروح. طيب يعني انا عايزك تعيشني في اجواء المعاناه. يعني انت رحت لمين علشان تحل مشكله ابن عمك؟ رحنا حضرتك اول حاجه عملت فاكس لجوان رئيس الجمهوريه للسيد زكريا على طول كده. كذا فاكس، عده فاكسات عملت مثلا. بس انت رحت السكه الغلط يا استاذ ممدوح. يجي 10. ما هو بقى اللي كان الوقت ده انت كنت فاكر ان هو رئيس دوله وبيخاف على رعاياه والكلام ده. كان دوتنا يا باشا، كان دوتنا، كان هو ده اللي اتدمرنا. ولا انتوا ما تعرفوش ان مبارك اثناء حرب يعني احد الايام في العراق كان صدام بيبعت المصريين في توابيت. فابو غزاله قال له احنا عايزين نعمل حاجه عشان المصريين، قال له احنا مالنا، هم ايه اللي وداهم؟ فممكن مشكله برضو ابن عمك يقول احنا مالنا ايه اللي وداه، يعني ممكن يعني. طب حضرتك يعني راعي مثلا انا اعمل له 10 فاكسات، الفاكس بتدور ب 70 جنيه والله لو قعدت 700 جنيه يعني. والله لو قعدت سنه الموضوع ما يهموش يعني. هو ما يهموش المصريين كلهم يعني. رحت لمين تاني؟ والخارجيه. وبعد لما رحت الخارجيه بشرت الخارجيه طبعا قبل الثوره. قبل الثوره اللي ابو الغيط. مش في عهد نبيل العربي اكيد. لا ابو الغيط. في عهد ابو الغيط. فطبعا لما رحت الخارجيه قال لي لا في مكتب في اسكندريه في رشدي، ده تبع الخارجيه، تروح هناك تسجل اسمك وتاخد كل الاوراق. اللي هو خدمه المواطنين. اللي هو خدمه المواطنين في رشدي بالاسكندريه. فرحت. طب اسمح لي هتوقف وهناخد هذا الاتصال الدولي من السيده ايمان الفقي زوجة الطبيب المصري